السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. كنرحب بكم من جديد على قناتي عالم ليلى. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا زعلوك بطريقة سهلة وبسيطة بزاف ودغيا تيوجد. خليكم معايا من أول فيديو حتى لآخر الفيديو باش تعرفوا على مقادير وطريقة تحضير الوصفة ديال اليوم وفرجة ممتعة. مقادير الزعلوك غادي نحتاجوا جوج دنجالات كبار قطعتهم طريفات صغار كما كتشوفوا معايا، فلفله حلوه قطعتها طريفات صغار، غادي نحتاجو قزبور ومعدنوس، جوج ضروس ديال الثومه محكوكين، حبه ديال مطيشه محكوكه. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الملح حسب الذوق، نص معلقه صغيره ديال التحميره، الهريسه حتى هي على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الحار كاين اللي ما كيبغيش، نص معلقه صغيره ديال الكمون، سكينجبير، البزار وشويه ديال الحمض المصير، وايضا مزيج بين زيت الزيتون والزيت النباتيه. نبداو على بركه الله نحضر في الوصفه ديالنا. هاد الطريقه اللي غادي نصاوبوا بها زعلوك دغيا كتوجد، كترميو كلشي دقه واحده وكتخليوه يطيب. اول حاجه غادي نحطو الدنجال في الطنجره، الفلفله، مطيشه، غادي نحطو التوابل، قزبور ومعدنوس والثومه، واخر حاجه الزيت. هاد الزعلوك ما كنديروش فيه ولو قطره ديال الماء، كيطيب غير في الماء ديال المطيشه وهاد الزيت اللي رميت دابا. صافي دابا غادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان وغادي نحطوه فوق البوطه، كتحطوه على عافيه مهيله بزاف يطيب على راحته. البين ديالي زعلوك ديالنا ها هو طاب وحطيته في صحن التقديم، خليته طاب على راحته على عافيه مهيله كما قلت لكم. مره كتحركوه شويه باش ما يلصقش لكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. خليتكم على خير والصحه والراحه، والى اللقاء.